iPhone. اوكي، فيديو جديد. لبسنا اليونيفورم بتاع الشانل، جبت مايك جديد وغيرت شويه الزوايا اللي بصور منها، بس يعني حاولت ابين السيت اب برضه في المرايه اللي ورايا. لو هو مش باين يعني خلاص مش هعمل له ايه يعني. طبعا لو انت متابعنا على الانستا او على فيسبوك هتكون عارف ان انا شغال مع 365 سكورز، وعلى ما الفيديو ده ينزل هكون خلاص مشيت. فترتي معاهم للاسف قربت تخلص، فقررت ان انا هقيم احسن 16 ديزاين انا عملته معاهم. انا عملت ديزاينات كتير قوي بس انا اخترت 16 بشكل عشوائي، خدت طبعا اجمد حاجات والباقيين اخترتهم بشكل عشوائي، وقررت ان انا هقيمهم. بس مش هقيمهم بنفسي، قررت ان انا اخلي 6 من اصحابي من اجمد الجرافيك ديزاينرز في مجال الكوره في مصر هم اللي يقيموهم. هيدوا رانك لكل ديزاين من 1 ل 16، كل رانك بيبقى عليه عدد بوينتس معين وجمعتهم وطلع لي الترتيب في الاخر. فهنعرضه النهارده وهنعرض ارائهم، ليه حطوا ده في الاول، ليه حطوا ده في الاخر. هنعرض الاراء كلها. ده هيكون مفيد جدا انك تسمع ناس كبيره في المجال بتقول رايها في الديزاينز، بتقول ايه الوحش ايه الحلو. فده هيكون فيديو مفيد جدا. قبل ما نبدا عاوزك تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، تسيب لي كومنت تشجعني فيه وتقول لي عايز تشوف ايه في الفيديوز اللي جايه. يلا بينا على الفيديو. اوكي، انا كتبت كل حاجه هنا. هنبدا من الديزاين اللي خد رقم 16، اللي خد الرانك رقم 16، وهنفضل نطلع لحد رقم واحد او لحد التوب 3 ونعمل تشويق واثاره وكده مين اللي طلع اول واحد، زي برضو نظام البالون دور وكده. فنبدا برقم 16 وهو ديزاين البالون دور. ديزاين البالون دور ده، والديزاين ده رغم ان كتير منهم قال لي ان الديزاين حلو جدا، الديزاين بيزك ما فيهوش تفاصيل كتير، ما فيهوش افكار معقده، هو بس اللعيبه محطوطه بشكل كويس، الالوان بتاعته كويسه، كل الكلام ده. بس هو غالبا في المركز 16 بسبب ان هو ديزاين بيزك، في حاجات تانية باين ان هي متعوب عليها اكتر وكده، فطبيعي ان ده كان يكون في اخر مركز خالص. فمش هنقف عنده كتير، محدش قال عليه حاجه يعني ممكن نطلعها. بس في الاخر مش اكتر حاجه في الليسته دي متعوب عليها، فاتس اوكي. هنجو فورورد اللي بعده على طول. اوكي، في المركز ال 15 ديزاين اتحاد جده. ديزاين برضو بيزك، اللعيبه مرصوصه بشكل كويس، الالوان كويسه، خطوط التايجر او النمر ده في النص برضو مدي شكل جمالي. والديزاين ده ما كانش هياخد رقم 15، كان هيبقى اخر واحد لان محدش خالص حبه، بس هو خد مركز متقدم لان الحاوي واحد من اصحابي اللي كانوا بيقيموا حطه في مركز عالي، لان هو بيحب الدوري السعودي. فده كان ممكن يبقى اخر واحد برضو. عامة اخر ثلاثة دول كلهم يعني نعتبرهم هبطوا الشامبيون شيب وخلاص يعني. برضه ديزاين بيزك كلاسيكي، ما فيهوش غلطات كتير، بس برضه هو ديزاين ما فيهوش ديتيلز كتير، ما فيهوش اللي هو الفكرة قوي، فبرضه كان طبيعي ان هو يكون في المركز ده. فبرضه مش هنقف عنده كتير، ما فيش حاجة اتقالت عليه قوي. فهنروح لرقم 14 على طول. وفي المركز ال 14 معانا الديزاين ده كان ديزاين ماتش داي للسيتي وارسنال. ديزاين برضو بيزك ما فيهوش تفاصيل كتير. ممكن يكون السبب ان هو رقم 14 مش 15 و 16 بسبب ان الالوان بتاعته احلى شويه، الريتاتش برضو ممكن يكون معمول احسن. الالوان بتاعته الميكس بين الاحمر والازرق ده دايما يعني عمره ما بيخيش، وده انا كنت متوقعه يكون في المركز ال 16 بس خدت عليه كومنت. ممكن نسمع الكومنت. انا عجبني عشان هو ديزاين شيفت، فاهم؟ انا بحب الحاجات دي. وكان ناقصه شويه حاجات، بس الدنيا تحت فاضيه فشخ. كنت ممكن عادي تعمله في الاستاد مثلا، تخلي الاضاءات بتاعت الاستاد دي هي اللي فوق المدربين والمدربين وراه، وتخلي ارض الاستاد زي ما هي بقى. لكن انت الجزء اللي تحت فاضي لو كنت خليت الاستاد بالاضاءات اللي انت عاملها ورا دي جامده، فاهم؟ خليتها فوق المدربين جوارديولا وارتيتا، ونزلت تحت في مكانه الطبيعي في النص، وفوق سما وتحت الارض بتاعت الاستاد ده، وعملت بقى شويه سموك كده، كان هيبقى اسرع بكتير. اوكي، هنجو فور مش هعلق يعني، هو حر في رايه. لا بهزر. محمد طبعا رايه صح. الجزء اللي تحت وفعلا ده انا لاحظته وانا بعمل الديزاين، بس ما كانش عندي فكره ان انا ممكن اعمل ايه تحت. برضو زي ما قال هو ديزاين شيفت، في حاجات بتبقى مطلوبه انها تخلص في اسرع وقت، فممكن في جزئيات زي كده. طبعا دي مش حاجه، انت المفروض تحاول انك تطلع كل حاجه باحسن شكل ممكن، بس ما عنديش تعقيب على رايه اللي هو قاله صح. فهنروح على طول للي بعده. رقم 13 ديزاين بورنموث، لثلاث صفقات البيع اللي بورنموث عملته. مركز احسن لان في فكره ومتنفذه بشكل حلو، فكره الهولوجرام وكده. بس هو جه في المركز ده برضو لان ديزاين مش منب، مش متعوب عليه قد كده. في كيت سواب معمول للثلاثه، بس انا ما قلت لهمش ان انا اعمل كيت سواب مع ده، وما اعتقدش ده كان هيفرق قوي في الترتيب برضو، لان اللي لسه جاي برضو عتاوله قوي. برضو مش هنقف عند ده كتير. برضو في ميكس بين الاحمر والازرق، في فكره الهولوجرام، فكره التيكت بتاع السعر معمول توب البرسبكتيف، ده برضو من التفاصيل اللي بتفرق في الشكل. في ريم لايت خفيف على الستاند اللي هم واقفين قدامه، وفي
ريم لايت خفيف على اللعيبه نفسها، وفي اضاءه مع الشعر وكده. ممكن اقول انا عيب في الديزاين ده ان هو المكان اللي هم واقفين فيه والخلفيه مش واضحه. دي كانت انا ما كنتش لاقي خلفيه مناسبه، كده كده كنت هعمل لها بلور، فجبت خلفيه شكلها مناسب شويه وعملت بلور وخلاص. ما تعبتش قوي في ان انا اعمل خلفيه شكلها كويس. ده ممكن يكون العيب اللي في الديزاين ده، بس ده برضو ما خدتش عليه كومنتس، فهنجو برضو للي بعده على طول. اوكي، وفي المركز ال 12 ديزاين كفاراتسخيليا. ده صدمه شويه، ده كنت متوقعه فوق قوي، بس جه في الحاجات اللي في الاخر، جه في منتصف الجدول. يعني كويس ان هو ما هبطش، كان رايح تشامبيونشيب هو كمان. انا بحب الديزاين ده لان دي فكره كنت اول مره اجربها وطلعت شكلها حلو. ممكن مش باحسن شكل ممكن لفكره زي دي، بس طلعت بشكل كويس وفي وقت قياسي. ده من اول الديزاينز اللي جربت عليها الرتاتش الجديد بتاعي. اتحسن فيما بعد، بس ده كان البدايه. مش راضي عن مركزه خالص، ومش عارف هو ليه في المركز ال 12، بس تمام. مع انه في مرتين من الست اللي انا سالتهم خد في مرتين 14 نقطه. هو اول واحد بياخد 16 والتاني بياخد 15 والتالت 14، ففي اتنين حطوه في التوب 3، بس الباقيين يعني خسفوا بيه الارض خالص. بس تمام، مش مشكله يعني. على الاقل في اتنين يعني رضوا توقعاتي على الاقل للديزاين ده. فهنقول اللي بعده برضه على طول. في المركز ال 11 ديزاين جولر ومبابي، ورا ستاتيو او التمثال بتاع رونالدو واوزيل. الديزاين ده انا ما بحبوش، في وقت كتير قوي بعمله وما طلعش زي ما انا كنت متخيل، بس هو عجب كل اللي شافه. حتى زمايلي برضه بعت اخد راي، كان يعني خد اراء كويسه. عارف جايز انا ما حبيتوش انا اللي عامله، فانا عارف من جوايا ان انا مكروته، بس هو في الاخر طلع بشكل كويس. وهنا برضه نيجي لحته التمرس او المستوى، وده مش نرجسيه يعني، بتكلم بجد. فكره انك عدد سنين خبره معين، انت بتوصل لمرحله ان انت خلاص انت معظم اللي انت بتطلعه شكله لائق. يعني مفيش حاجه هتطلع شكلها سيء او وحش او كده، لا، هو معظم اللي انت بتعمله شكله لائق. هتعمل حاجات هتفضل طول الوقت مثلا عند السبعة من 10، ممكن تعمل حاجات 8 و9 من 10، بس مش هتنزل ل3، مش هتنزل ل2. ده اللي الخبره والتكيف في اي مجال عامه بيعمله. والديزاين ده خدت عليه كومنتس، فممكن نسمع الكومنتس اللي خدتها على الديزاين ده. أما أسوأ ديزاين اللي هو بتاع أردا جولر ده مصطفى. ومبابي. طبعا الشادو على الأرض ده يعني مش أحسن حاجة خالص للأسف. صحيح. وهو بس انت ده مش ميدو عامة، وانا فاهم ظروف الشغل يعني. ايوه انا شاطر. وستايل ومبابي اتغير. وجولر اساسا كل واحد بيبص في حتة، فاللي هو انا مش حاسس ان هم بيحتفلوا مع بعض، فاهم. دي حقيقة. كان ممكن تجيب صورة لهم الاتنين بيحتفلوا مع بعض فعلا، كانت موجودة يعني. فكرت فيها. اوكي، اتفق مع مصطفى الديزاينرز الشاطرين، عشان كده باخد رايه، وعشان هو صاحبي برضه يعني، فهو داخل واسطه في الفيديو ده. لا بهزر طبعا. متفق في كل اللي هو قاله. الشادو مش احسن حاجه، جولر ومبابي مش باصين لبعض فعلا. كان ممكن اجيب لهم صوره بيحتفلوا فيها اوريدي بدل ما اجيب واحده وواحده. ده كان حل من الحلول صراحه. مش هقول حاجه على اللي هو قالها، لان ده نفس رايي، ودي نفس الحاجات اللي انا خدت بالي منها، وهو حطه في الاخر برضو زي ما انا كنت متوقع. بس رقم 8 ده بالنسبة لي الفايب بتاعه لذيذ، المود العام بتاع الديزاين شكله حلو، الفكرة حلوة، فاهمني. التنفيذ انت غالبا استخدمت اي دي حاجة يعني حاجة في حد ذاتها. فرصتك في استخدام الاي اي، لان ما يعني لو وصلنا لنقاشات ان هل الاي اي هيستبدل مكانك او الى اخره، فانت استخدمت الاي اي بشكل مثالي في النقطة دي، ان انت خليته يساعدك مش يستبدلك. ده رأي احمد سامح، هو بيتكلم صح. التمثال اللي ورا معمول بالاي اي، حاجه كده كانت زمان كان تاخد وقت كتير جدا، ممكن توصل لوقت ديزاين كامل اصلا ناخده عشان نعمل ريندر ان هو تمثال او كده. هو عقب على نقطه ان انا استخدمت الاي اي بشكل مناسب، ان انا خليته يساعدني مش يستبدلني، فده برضو راي محترم. عامه يعني كل الاراء اللي معانا محترمه يعني، انا جايبهم ويقولوا رايهم يعني، ده برضو راي محترم. اوكي، حاسس ان انا طولت عند ده شويه، فهنخش على طول الديزاين اللي في المركز العاشر. الديزاين اللي معانا في المركز العاشر ديزاين هانزي فليك. الديزاين ده انا بحبه جدا، لان ده اول ديزاين ليا نزل على البيج بتاعتهم. مش اول ديزاين انا عملته، في ديزاين انا عملته قبله، بس ده اول حاجه نزلت. ولما شيرتها جاب ريتش كويس، والناس اتكلمت عنه بشكل كويس جدا. ما في يعني ديزاين طاغي عليه شويه، برضو الميكس بتاع الازرق والاحمر اللي زي ما قلت عمره ما بيخيش. ممكن نقطه الضعف بتاعت التصميم ده ان الخلفيه انا ما تعبتش قوي ان انا اعمل فيها التفاصيل كلها في القدام في الريندر او كده. بس معظم الديزاينز اللي في الليسته دي ما فيش فيها تفاصيل كتير قوي، لان ده لان ده الاسلوب المتبع عامه في المكان ده، ان احنا نتعب قوي في توصيل الفكره اكتر ان احنا نوضح تفاصيل مش هتوصل حاجه او هتضيف للديزاين بس مش هتضيف للفكره عامه يعني. وده من الحاجات اللي ساعدت ان انا اتطور جدا معاهم، لان انا لو حد لاحظ الفان ارتس بتاعتي القديمه، انا دايما بركز ان انا افضل احط تفاصيل. ده كان بيداري شويه على مثلا ضعف في التركيب او ضعف في نقطه معينه، اضاءه او شادوز او كده، فهم ساعدوني جدا في النقطه دي.
ان انا بركز قوي في الريندر نفسه، او في الحاجه اللي قدام، الحاجه اللي هي العنصر الرئيسي بقيت اركز فيه هو بشكل اكبر بكتير. فده وصل في الاخر ان المستويات اتطور اكتر بكتير في كذا حاجه، الريتاتش، الشادوز، هايلايتس، الحاجات دي كلها اتطورت اكتر بكتير معاهم بسبب النقطه دي او بسبب الاسلوب ده. فكره ان احنا بنشتغل اكتر على العنصر الرئيسي من التفاصيل، عكس ما انا كنت شغال قبل كده ان انا كنت بخلي التفاصيل تداري شويه على عيوب الديزاينز اللي كنت بعملها. ودي حاجه يعني بشكر الناس اللي هناك عليها، مع اني ما كنتش فاميليار قوي مع الفكره دي في الاول اول ما رحت، بس بعد كده بدات اثرها تبان يعني. اوكي، في المركز التاسع ديزاين ليفربول. الديزاين ده وانا بعمله كنت عمال بدور على افكار، ما كنتش ليها فكره قوي والوقت كان محدود جدا. ففي الاخر جات لي الفكره بتاعت ان انا اعمل لوجو ليفربول بشكل ان هو اي سي لوجو كده 3 دي، واشتغلت على التون بتاع الازرق اللي خارج من التلج ان يبقى برضه ده التون اللي على اللعيبه، او يبقى ده المود بتاع الديزاين بشكل عام. وكررتها برضو قدام بشكل بلوري كده، تحس ان هم عايمين في الميتافيرس وحواليهم اللوجو بتاع ليفربول. اكتريت شغل فيه ريتاتش، اعتماد على الالوان، اعتماد برضو على التعامل بالكاميرا رو والفلترز اللي اتحط في الاخر. ده معظم الاراء اللي عليه جت على الالوان المستخدمه، التون بتاع الديزاين بشكل عام، المود بتاع الديزاين. وفي كومنتس جت على الديزاين ده، بس يعني مش هنسمعها لان حاسس ان الفيديو داخل في نص، فهنجو على اللي بعده على طول. اوكي، ديزاين فيرتز. الديزاين ده مخيب للامال شويه بالنسبه لي، لان انا بعمله بدات الاول ان انا اعمل النيوز بيبر او الجورنال اللي هو ماسكه في ايده ده، وقعدت اعمل التفاصيل بتاعته وكده. وبعدين الباقي خيش، او الباقي مش خيش، بس ما طلعش زي ما كان في خيالي. يعني انا شكل النيوز بيبر او الجورنال ده في الاول خالص بعد ما خلصته كان يوحي ان انا هعمل احسن ديزاين في حياتي، بس لما كملته طلع في الاخر قشطه، يعني ديزاين عادي، يعني تفاصيل كويسه وتمام. بس رغم كده هو في المركز الثامن، دي مفاجاه، بس تمام يعني تمام. ما كنتش احطه في المركز ده لو انا اللي برتب بنفسي يعني، بس تمام. وفي المركز السابع الديزاين نص نهائي الابطال. ده اتعمل في الموسم اللي فات بالاربع مدربين اللي كانوا موجودين في نص النهائي، فليك وارتيتا وانزاجي ولويس انريكي. الديزاين ده ما حدش حطه في الاول، بس معظمهم حاطينه في التوب 5 او التوب 6، فتمام. شخصيا بحب الديزاين ده، البرسبكتيف بتاع التروفي اللي محطوطه او دوري الابطال اللي محطوط برسبكتيف شكله حلو، يعني من الحاجات اللي شكلها حلو في الديزاين. التركيب برضو بتاع الريندرز وكده، فليك هو حاط ايده على المكتب اللي قدامه. كل الحاجات دي لو هنقول سلبيات في الديزاين ده، ممكن ان هو ما فيهوش تفاصيل قوي، يعني ما فيش حاجه غير الاربع مدربين اللي قاعدين والكاس بتاع الشامبيونز. مفيش فكرت ان انا اعمل حاجه في السقف، حاجه في الارض حواليهم، بس خد اراء كويسه جدا واتقبل من اول مره. بس زي ما بقول، هو اللي خلاه في المركز السابع مش اكتر من كده ان هو ديزاين ما فيهوش تفاصيل قد كده. اوكي، وفي المركز السادس دخلنا على التوب 6. ديزاين اصلا ما نزلش ان من ساعه ما عملته، وليفاندوسكي ما شافش الخير تاني في حياته. كنا مستنيينه يسجل جول في الابطال، ما سجلش، خرج خلاص من بعد الديزاين ده، ما سجلش تاني. كان المفروض ينزل الموسم بعد ما ليفا يسجل، نعمل له كيت سواب بالتيشيرت الجديد وكده، بس هو اتنسى، ما حدش طلب مني ان انا اعدله. تقريبا فقدوا الامل ان ليفا يسجل. الديزاين ده انا بحبه من اول الديزاينز اللي عملتها معاهم. انا بحبه بشكل شخصي بصراحه، وواضح ان انا بعت لهم برضه حبوه، لانه يعني في مركز متقدم في المركز السادس. ما حدش حطه في المركز الاول، بس اتحط مره في التوب 3 والباقي كله برضه في النص، فتمام. ممكن العيوب اللي في الديزاين ده ان هو ما فيهوش برضه تفاصيل قوي، ما فيهوش تفاصيل كتير. الكور كان ممكن تتعمل بشكل احسن من كده، دي حاجه انا اتعلمتها بعدين، بس يعني ما اتعملتش كويس في الديزاين ده. الالوان مش احسن حاجه برضه، الالوان العامه، المود العام بتاع الديزاين كان ممكن يتظبط اكتر من كده. وده خدت عليه كومنت من احمد سامح، فممكن نسمع الكومنت. ده مجهود أحلى من اتنين، وباين أوي إن هو مجهود عن اتنين. بس اللي حاسس إنه كان ممكن يتظبط برضه نقطة الليفلز، إن ميسي ورونالدو كانوا ممكن يبقوا أقل تشبع في الألوان، أقل شوية من الموجود، بحيث إن هم يبانوا إن في مسافة صحيح، بعيدة شوية بينهم وبين ليفا. كومنت بتاع احمد سامح على الديزاين ده. يلا ننجز نروح للي بعده على طول. اوكي، وصلنا للتوب 5. اول ديزاين في التوب 5 ديزاين بيلينجهام. ده اول ديزاين معاهم. كان مطلوب مني ان انا اعمل تيست في الاول، تلقى اعجابا، ما طلبش مني تعديلات فيه، توافق عليه على طول. وهو ديزاين مميز يعني. ده كان بدايه العوده بتاعتي للمجال، لان انا كنت بطلت فتره، مش فتره كبيره، لان انا عمري ما غبت فتره كبيره عن المجال، بس بطلت فتره مستواي اتاثر فيها. بدات ان انا قعدت اتدرب زي اللاعب لما يغيب فتره كده يعمل فتره استشفاء. ده كان النتيجه بتاعت فتره الاستشفاء. انا بحب الديزاين ده. هو في التوب 5، محطوط في التوب 3 مره واحده، والباقي كله مراكز، واخد مراكز كويسه. ونشوف بقى التوب 4. اوكي، في التوب 4 ديزاين كيليان 10.
الديزاين ده اكتر ديزاين خد مني وقت في حياتي تقريبا، قعدت اعمل فيه اسبوع، ما كانش يستاهل الوقت ده كله. هو ديزاين كويس، متركب فيه رندرات كتيره قوي، معمول كيت سواب كتير قوي، كان ممكن يخلص في وقت اقل من كده طبعا. بس يعني اللي حصل الديزاين ده مش بحبه قوي، مش لسبب ان هو وحش او هو عيبه حاجه، بس لسبب انه تعبني، قعدت اعمل فيه كتير فكنت خلاص زهقت منه. يعني ما بتخيل ديزاين بتشوفه كل يوم لمده اسبوع، اللي هو انت خطيبتي ولا ايه؟ ليه اشوفك كل يوم لمده اسبوع يعني؟ ايه ده؟ بس الديزاين ده دخل في التوب 3 مرتين بالنسبه لي، ما كنتش عايزه يعني بصراحه. يعني انا مش حابب الديزاين ده يا جماعه، يعني خلينا ما نتكلمش في الموضوع ده. وده خدت كومنتس عليه، فممكن نشوف الكومنتس. ده حلو قوي برضو، المجهود يبين ان في تركيب ومجهود قوي. ده التفصيلة البسيطة. حاسس ان مبابي، يعني لو جينا رسمنا الخط وهمي كده ووقفنا مبابي ومودريتش وخامس رودريجيز على التلاتة على نفس الخط، هتحس ان مبابي اكبر منهم بكتير. صح. فمبابي كان محتاج يظهر بس حاجة بسيطة. اوكي جميل. مبابي وده راي زياد. التيشيرت البيضة واللبس كله محتاج يتغمق شوية ويتعمل عليه شادوز أكتر، بس عارف العيب ده بسبب سامي. ودي رساله لسامي، لو بتتفرج سيبنا نغمق براحتنا، بطل تعنت في افكارك. اوكي. والديزاين اللي خد المركز الثالث ديزاين ريال مدريد، تشابي الونسو والاربع لعيبه اللي واقفين ورا. من ألذ الديزاينات اللي اشتغلت عليها، كانت فكره بسيطه خالص، ورغم كده طلع منها حاجه كويسه. الالوان فيه كويسه، الريتاتش اللي معمول عليه كويس. الديزاين ده واخد توب 1 من مصطفى حطه توب 1. فممكن نسمع راي مصطفى في الديزاين ده، لانه حط يعني الوحيد اللي حطه توب 1. بص يا ميدو، ديزاين ريال مدريد أجمده. كنت محتار في الأول هو اللي بتاع الفاريز بتاع سبايدر مان، بس الفاريز وشه أحمر زيادة ومود الديزاين أساسا أزرق. أيوة. العكس بتاع ريال مدريد، الألوان كلها تمام والتكوين تمام. محترم. فده عاجبني يعني. بتاع ريال مدريد أنا شايف إن ده أحسن أجمد حاجة أنت عملتها الفترة الأخيرة. بس خلاص يعني كفايه. المهم انا نكشت كتير قوي الفيديو. ما اعرفش في عندي كومنتس عليه تاني ولا لا، فيعني هنروح بقى اللي بعده التوب 2. خلاص اعتقد وضحت مين التوب طبعا، ما وضحتش، ما اعرفش انا حطيت الديزاينز ولا لا. اوكي، رقم 2 ورقم 1 لهم سوا، او ممكن نعمل رقم 1 على طول. رقم 2 اللي انا كنت متخيله بعيد عن الصورة خالص، ورغم كده اتحط 3 مرات في التوب 1، ديزاين برشلونة فليك في القطر. الديزاين ده منزلش برضه، فده حاجة محزنة يعني، بس تمام يعني هنعمل ايه؟ ما صعدناش. نكدوا علينا منهم لله. كان المفروض ينزل لما برشلونة تصعد النهائي، ما صعدناش، فالحمد لله مش مشكلة. اشتغلت عليه كتير قوي، كان اول مره اجرب ان انا اعمل حاجه فيها برسبكتيف مختلف. ما اعرفش وفقت قوي ولا لا، بس خدت عليه كومنتس كويسه. اتحط 3 مرات في التوب 1، طبعا حاجه يعني جامده جدا. ما كنتش متخيله في الصوره ان هو هيطلع في التوب 3 او كده. كنت متخيل ان هو هيبقى فوق برده، بس مش لدرجه التوب 3. مع ان انا بحبه بشكل شخصي، بس كان برده وقت ما نزل خدت عليه شويه اراء سلبيه، مش عارف ليه بصراحه. تقريبا كانوا بيحفلوا عليا، ما كانوش بيتكلموا عن الديزاين. خدت عليه كومنتس ممكن نسمعها. بص يا مبنى، العوامل اللي أنا قيمت عليها هما في العادي 3 عوامل. أنا بشكل شخصي بحب جدا نقطة المجهود، فهتلاقيني حاططها رقم 1. محترم. بعدين الفكر والتنفيذ ممكن يتحطوا مع بعض في نفس الخانة. فاهمك. تمام، يعني ممكن ندي مثلا 40% مجهود، 30 فكرة، 30 تنفيذ. تمام. ماشي يا عم هنزل. بص يا مبنى، رقم 1 زي ما قلت لك بالنسبة لي مجهود كبير جدا، بسبب ان البرسبكتيف بتاعه لذيذ، حلو جميل. قوي. فكرة ان انت تجيب زاوية من تحت كده. مظبوط. الموضوع ده كتنفيذ فيه ريسك، دي حقيقه. يبقى مش دايما بتظبط. انت مش هظبط بشكل لازم. وايه اللي كان ممكن يتظبط هنا؟ فكرة الليفلز بس. يعني حاسس ان اعترض على الليفلز بتاعتي مرتين، بس حاسس ان تمام يعني. الاتنين اللعيبة اللي ورا كانوا عنده حق. محتاجين مثلا يندمجوا اكتر مع الباك جراوند. حاسس ان هما لسه معزولين حاجة بسيطة عن العربية بتاعة القطر. فحاسس ان دي كان ممكن يطلعها بشكل اعلى. صحيح. والفايز بالبالون دور للديزاينز بتاعتي مع 365 ديزاين جوليان الفاريز سبايدر مان. الديزاين خد توب 1 مرتين، خد توب 2 مرتين، وفي واحد بس حطه في المركز الرابع. ده مين ده؟ ده مين اللي تجرأ وحط الديزاين ده مركز رابع؟
مش مهم اللي حط مركز رابع. ده اغلب الكومنتس اللي جت كانت على ده تحديدا، فممكن يعني نسمع شويه منها. الديزاين ده انا بحبه، في اجماع عليه. في ناس، لان في ناس بتختار حسب المجهود او التعب اللي كان محطوط في الديزاين، الافورت، او ان في مانب كتير او كده. وفي ناس من اللي كانوا بيقيموا، من الستة اللي كانوا قيموا على اساس الديزاين اللي شكله حلو. في ديزاينات اتحطت فوق قوي بسبب ان هي الديزاين جاست شكله حلو، الالوان حلوه، ديزاين مريح للعين، شكله جميل، الفكره حلوه واصله وخلاص، الموجود فيه مش كتير بس ديزاين حلو. الديزاين ده بيجمع الفريقين، لانه في مانب، في مجهود، في برسبكتيف موجود برضو شويه، وفي نفس الوقت هو ديزاين بسيط، هو ديزاين شكله حلو. يعني هو جامع الاثنين، في مجهود حلو، هو اكتر ديزاين فيه الحاجتين دول، مفيهوش تفاصيل كتير قوي عينك تروح معاها، في بس الضوء اللي فوق زي بتاع سبايدر مان او كده، او زي بتاع باتمان، سوري، في بس الضوء اللي فوق اللي هو زي بتاع باتمان، الضوء اللي خارج من المباني، الريم لايت اللي معمول على الفارز، الريم لايت بالاورنج واللي بالازرق، الريتاتش اللي على وش الفارز، المود العام بتاع الديزاين مود سينماتيك مناسب للفكره نفسها، فكره سبايدر مان ومارفل وكده. الديزاين ده الديزاين اللي اغلب الكومنتس جت عليه. فممكن نسمع شويه من الكومنتس، وعشان برضه ما نطولش في الفيديو، مش هنسمعها كلها، بس ممكن برضه نسمع يعني شويه من الكومنتس عشان الرجاله اللي تعبت معانا في تقييم الحاجات دي. يعني مره واحده دخلت لهم 16 ديزاين، بقول لك ايه، خد رتب لي دول دلوقتي. فيعني كتر خيرهم. ده بصراحة رجحت فيه كافة الفكرة والتنفيذ أكتر من المجهود، لأن رقم 3 المجهود فيه أكبر باين، وعشان أنا شفت البيفور والأفتر، فده بالنسبة لي شكله لذيذ، فان بقى وكده. وعشان أنا بحب سبايدر مان يعني، فده تفضيل شخصي. ده كان ممكن يطلع أحسن في حالة إيه، حاسس إن التون بتاع الوش كان ممكن ياخد تون برتقاني أكتر، لأن حاسس إن هو محمر للسيكا، فيمكن دي الحاجة الوحيدة اللي يعني لقطتها، حسيت إن ممكن يطلع أحسن يعني. ده كان اوكي تمام، هو عنده حق تاني شويه، بس يعني هو ده كان المقصد اصلا، ان انا ادي تون برتقالي مش احمر، بس يعني بس هو عنده حق في النقطه دي. هو يا عم والله كلهم جامدين كده كده، بس انا التيب تاني من الاحلى بالنسبه لي هو كده كده الفاريز فشيخ يعني. أنا كنت محتار منه هو وبلينجهام، بس بتاع الفاريز جامد يعني كأداء وفكرة وبتاع، لا تنفيذه حلو فشخ يعني. فبس لكن ال 16 دي أنا مش هقدر اقول حاجه يعني، كده كده فوق التقييم يعني. اخويا اسلام محمود، تحيه للشرقيه عشان انجبت الراجل المحترم ده. بص، أول واحد بتاع الفاريز أنا عم بجيبه يمين بجيبه شمال، مش لاقي فيه غلطة. بس مجرد السكين تون انا ما بحبوش، مايل للاحمر ده، واستامب في الاخر، ودخله على الكاميرا رو، ظبط بقى لون اللوكر والكلام ده، بالنسبه لي اجمد بكتير يعني. بس هو كده كده جامد يعني، هو انا ما غيرتش حاجه غير انك تزود شويه الوان وتظبطها بس. اوكي كده وصلنا للاخر. ده هيكون الترتيب بتاع الديزاينز، ودي هتكون اختيارات بتاعت الرجاله اللي كلمتها علشان تقيم. اوكي، حابب اشكر الرجاله اللي طلعت معانا بصوتها في الفيديو، ان شاء الله يوما ما يطلعوا معانا بوشهم. لو وصلت لاخر الفيديو سيب لي لايك على الفيديو، سيب لي كومنت تشجعني فيه، او تسالني اي سؤال انت عايزه، او تقول لي على الفيديو الجاي اللي انت عايزه. سبسكرايب للشانل، تابعني على الانستا، تابعني على تيك توك، تابعني على فيسبوك، تابعني في اي حته تشوفني فيها، كل ما تشوفني في حته عايزك تتابعني. وبس كده.